تحية من جديد. أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر الجديد في هذه الجولة الليلية. يعني في الليلة بطبيعة الحال يعني على بعد ساعات قليلة من الآن يدخل 14 فبراير، يعني يدخل يوم 14 فبراير اللي هو بطبيعة الحال تعرفوا المغاربة بسان فالنتين، يعني عيد الحب. أجواء ليلية مثيرة واستثنائية بطبيعة الحال كتعيشها شوارع مدينة بني ملال الهادئة. المدينة معروفة بهدوئها متابعينا مشاهدينا الكرام، معروفة بطيبوبة ناسها بطبيعة الحال وسكانها. أجواء استثنائية بطبيعة الحال. نتمنى أنكم تستمتعوا معايا بهذه الجولة الليلية بأشهر شوارع المدينة. كذلك طقس بارد، أجواء باردة هنا بجوهرة الأطلس المتوسط عاصمة جهة بني ملال خنيفرة. طقس بارد، درجات حرارة منخفضة، وأجواء مباشرة أنقلها لكم بالصوت والصورة من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق المؤدية إلى مدينة مراكش. هذه الأجواء العامة هنا مشاهدينا متابعينا الكرام. مباشرة أذكر أنقلها لكم بالصوت والصورة متابعينا مشاهدينا الكرام دائما من شارع محمد الخامس الرئيسي بالطريق المؤدية إلى مدينة مراكش بالضبط. ما سبق وذكرت أن الأجواء استثنائية، علاش بطبيعة الحال درجات حرارة منخفضة، وكذلك نحن على بعد ساعات من ذكرى أو من بعد قبل ساعات قليلة من الآن وغادي ندخلوا في تاريخ 14 فبراير اللي هو ذكرى أو عيد الحب. بطبيعة الحال نتمنى تخلوا لي في التعاليق ديالكم واش كتحتفلوا بهذه المناسبة، واش المغاربة بطبيعة الحال كيحتفلوا بهذه المناسبة كبقية الشعوب وكبقية الدول. اليوم التقيت العديد من الناس بطبيعة الحال، العديد من المواطنين والساكنة هنا في مدينة بني ملال. الأغلبية الساحقة يعني أكثرهم ما كيحتفلش بهذه المناسبة، تيقول بأنه غير مقتنع بطبيعة الحال بالاحتفال بهذا العيد اللي هو سان فالنتين بطبيعة الحال عيد الحب. بطبيعة الحال هذا تيبقى رأيهم يحترم، وكذلك قرارات الناس تحترم بطبيعة الحال، ولكن الأفكار تناقش. المتابعين مشاهدينا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع
تحيات أخوكم طارق دائما، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.